السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. عاملين ايه في السنة الجديدة؟ سنة جديدة وسنة سعيدة على الجميع. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في فرح وهنا وسعادة وراحة بال، ويا رب تكون سنة جديدة وفي خير وهنا علينا جميعا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم نشاط من ضمن الأنشطة اللي احنا بنعملها. فاكرين الجمعية اللي انا كلمتكم عليها قبل كده؟ قلت لكم نعمل فيها أنشطة. كان في أنشطة كتير جدا الأسبوع اللي فات، آخر أسبوع في السنة. عملنا كتير حاجات كتير حلوة كتير فيها. ده نشاط من ضمن الأنشطة إن احنا عملنا سوشي مع الولاد. يعني كل واحدة كده خدت ولادها، أنا خدت ابني وابن أختي ورحنا عملنا السوشي ده مع بعض. قد ايه كان ممتع يا بنات وجميل جدا جدا، استمتعنا باليوم وقضينا وقت حلو. بعيد بقى عن ان الولاد يقعدوا على الكمبيوتر او على البلاي ستيشن او على التليفون او تغيير. بجد اتبسطت جدا جدا ان عندي ادم ان اقضي طول اليوم بره البيت بعيد عن كل الحاجات دي. وهبقى ايه دي المكونات بتاعه السوشي اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا السوشي وهو انا عملته ازاي وطلع قد ايه جميل وحلو جدا. الاول مره بصراحه اجربه، ان انا اعمل سوشي. انا اكلته كام مره، طعمه حلو جدا، انا عن نفسي بحبه. بالحاجات اللي هي بتكون الخضار والسلمون والحاجات دي بالتونه. طعمه حلو جدا، انا بحبه عن نفسي وعند الولاد كمان بيحبوه. فان شاء الله هنجربه مره مع بعض في البيت. طعمه حلو جدا وطريقته طلعت سهله جدا جدا. هي مكوناته شويه كتير ولكن طعمه حلو في الاخر. حاجه كده بتعملها في البيت نظيفه طعمها حلو. انت يعني انت عارفه بقى المكونات اللي انت حطاها فيها حلال، يعني ضمن كل الحاجات اللي انت حطاها موجوده فيها. اول حاجه كانت في المكونات بتاعتنا اللي هنحشي بيها السوشي بتاعنا كانت الاصابع الجمبري دي. هي جايه جاهزه من السوبر ماركت زي ما انتم شايفين، احنا بس قليناها في الزيت. وكمان معانا افوكاتو. انا قلت لكم حطوا لايك، ما تنسيش لو انت ليه شفت الفيديو حط لايك. وكمان سيبي لي كومنت قولي لي رايك في الفيديو. ولو انت لسه جديده بتشوف القناه لاول مره ما تنسيش تضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، تضغط اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد. وانا اهلا وسهلا بالجميع، اتمنى لكم مشاهده ممتعه واتمنى لكم خروجه كده معانا في اليوم ونشاط ممتع بالنسبه لكم زي ما احنا استمتعنا بيه. تاني حاجه وكان هو الخيار، قطعناه صوابع بالشكل اللي انتم شايفينها. طبعا الولاد اللي كانت بتعمل الحاجات دي، فانت هتلاقوا الحاجات مش شكلها مثلا منتظم او شكلها زي قد بعضها، لان هم اللي النشاط لهم هم. يعني هم كانوا هنا اللي بيعملوا، الامهات بتساعد بس، ولكن المفروض الولاد هي اللي بتعمل الاساس واحنا كمساعدين ليهم. يعني الحاجات اللي هي محتاجه زي كده كانت هنا بتشرح لهم ازاي يقطعوا الافوكادو. الحاجات اللي محتاجه آلية تحمير زيت، تقطيع بالسكينه، حاجات تكون حاده. الوقت هتشوفوا معانا كل حاجه احنا كنا بنعملها. انما الولاد لازم يكونوا هم ده النشاط لهم هم، احنا رايحين كده كمساعده ونقضي وقت جميل. بجد قضينا وقت حلو جدا جدا، استمتعنا بكتير. يعني بشكر كل من اللي كانوا قايمين على النشاط، على النشاط الحلو ده. اتمنى ان هو يتكرر مش مره واحده بس، اتمنى ان هو ان شاء الله في السنه الجايه يتكرر ونقضي كده وقت حلو مع اولادنا وتغيير كمان. انا كنت هنا بقطع صوابع الفراخ قطعت صدور الفراخ، غسلتها الاول بملح وخل ودقيق كويس جدا، وبعد كده سبتها تصفط، وبعد كده قطعتها شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين كده. وبيحطوا عليها ترياكي صوص وبيقلبوها بس، وشويه ملح زياده وبس كده، ويقلوها في الزيت. حابه بقى ممكن انا كنت حاسه كمان ان هي كانت ممكن عايزه شويه فلفل اسمر، يعني شويه كمون كمان مع الترياكي صوص، هتدي الفراخ نكهه. او ممكن الصوص يكون كان شويه قليل، كميه الفراخ كانت كبيره فالصوص ما كانش باين فيها قوي. ف كانت محتاجه برضو شويه فلفل اسمر. أنا كنت حاسه ان هي كانت الفراخ محتاجه شويه فلفل اسمر وشويه ملح شويه مع الترياكي صوص. وبعد كده بتقلبها كويس جدا مع بعضها وبتحمريها في الزيت زي تعزير ويكون سخن. وبتحط صوابع الفراخ كده بتفردها جنب بعضها وبتحمريها في الزيت لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي الحلو، لان الفراخ هتكون حشو من ضمن الحشوات اللي احنا هنحشي بيها السوشي. وكمان ممكن تحطيها في البقسماط وتحمريها زي الجمبري كده بالظبط. هنا بقى الولاد خلصوا في الخيار مقطعين الشكل ازاي اعمال الولاد. وهنا الزلم السلمون والتونه، وده سمك، وده ايه كمان، وده الجمبري هنا. بس هو ده الحشوات بتاعتنا اللي احنا هنحشيها النهارده. ولسه الفراخ طبعا بتتحمر في الزيت. وهنا بقى ايه، هنا بصل متحمر جاهز جاي من السوبر ماركت، وسمسم وحبة البركة، وفي شيلي صوص، وفي كمان صويا صوص، وفي مايونيز دي للتغليف. وهنا الحاجات اللي انت بتلف عليها السوشي عبارة عن بتكون البتاع الخشب دي. وبعد كده بيحطوا عليها اللي بيحطوها في اكياس بلاستيك عشان تكون سهلة على الولاد.
وتكون يعني إيه بتسهّل عليهم عملية اللَّف. هنا الفراخ بتتحمّر بخدت اللون اللي أنتم شايفينه ده، هيشيلوها ويبدأوا يحطوا جديد، تتصفّى الأول من الزيت، هنحط عليها تحتها أو ورق كده بتاع المطبخ، تتصفّى كويس من الزيت. بس كده، طريقته حلوة جدًا وطلع سهل جدًا عن الواحد ما كان متخيّل بقى الطريقة هتكون صعبة، لكن الطريقة طلعت سهلة جدًا، جدًا بصراحة. Rijst, rijst en zo. Ja, ja. Er zit al suiker en zo. هو استوى كده يا ولاد؟ Bij deze bedoel لازم يكون طري Als je dat niet hebt, عشان يلزق في بعض. لازم تكتري المَيّة بتاعته. اه يعني الكوبايه بتحط لها تقريبا كوبايتين. Nee, dit is Nina zei ook dat je weet waar we net waren. Ja. طبعًا زي ما سمعتوني كده أنا باسأل على طريقة الرز، لإن الرز كان طري جدًا، وهُم بيجيبوا كمان اللي هو خَلّ الرز بيسخّنوه على النار الأول، وبعد كده بيبدأوا يحطوه على الرز عشان يمسك في بعضه. وهنا كانت الولاد ضبّطت الترابيزات وحطت الأطباق وضبّطوا المكان كده طبعًا على ما نخلّص عشان يقعدوا ياكلوا مع بعض في الآخر. هنا زي ما أنتم شايفين كده حضّرنا كل حاجة، دي الحاجات اللي هي بتاعة الحشو، الأفوكادو والسمك والتونة والسلمون والفراخ والجمبري وكل حاجة اتضبّطت. هنبدأ بقى نغرف للأولاد كل واحد شوية في الطبق بتاعه. وده الورق اللي أنتِ بتجيبيه الأخضر ده، أنا مش عارفة هو عبارة عن إيه بصراحة، بتجيبيه ده اللي بيتغلف به السوشي من برّه. هي هنا كانت بتعمل الخَلّ بتاع الرز. En dan roeren. Moet zo die rijst van sushi Ja. is Heel plakkerig. Ah. Dus straks ga je zo op die matjes doen. Ah. Ik wist het niet. انت عملت دي بايه يا منير؟ بالخضار؟ دي زلم. بعمله بايدي من غير Die tas, zo, die tas. Nee, dat is allemaal. Hier is nog een plek. Ik zit hier één. En zo één op daar. Kom, Marwan. Dat is jouw plekje. Maar hebben jullie wel allemaal gewassen? Dat kan ze doen. Oké, mouwen opstropen. En ook kan ze hem ook. Kijk, hier kan ook die hij heeft gedaan. Kijk, Ah, wie anders ook gedaan. de laatste gaan we zo maken. تعالوا يا بنات بقى شوفوا الابداع بتاعي، شوفوا شغل الشيفات. انا وادم عملنا السوشي ده. بجد انا عملته كده ولفيته من غير بتاع اللي هم كانوا عاملينها لنا، لفيته بايدي كده على طول. وده الحشو اللي انا حشيته ودي النتيجه. انا بصراحه مبسوطه جدا، مبسوطه جدا وعجبني جدا وسهل جدا جدا، بس هو محتاج بس تحضيرات قبل الحاجات ديت. وكان طعمه حلو جدا، حاجه انت بقى عاملاها في البيت نظيفه، لا خايفه من كذا ولا عايزه تلفي بقى باي نوع سمك انت حباه، بفراخ انت حباها، بخضار بس. كان طعمه حلو جدا. يا سلام. ايه رايكم بقى في الاطباق بتاعتي؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، ماشي؟ اتمنى انكم تشوفوا الفيديو لحد اللحظه دي وتقولوا رايكم في الاطباق. ودي طبعا باقي اطباقي باقي التيم. وكمان كانوا جايبين لومبيا جاهزه، احنا بس عملنا ايه، حمرناها في الزيت زي ما انتم شايفين كده، حطينا زيت غزير وحمرناها، هي كانت جاهزه يعني. بس انا مبسوطه جدا من شكل الطبق بتاعي. ايه رايكم؟ تحفه. بس هنحمر اللومبيا بتاعتنا حتى اسخن من كده هيتحرق. وهنروح بقى اوريكم بقى شكل السفره في الاخر. والولاد طبعا كانوا مبسوطين جدا، في ولاد حبت السوشي واكلت. بصراحه انا وادم اكلنا السوشي بتاعنا، واللي اتبقى معانا خدناه البيت للولاد. وفي ناس ما حبتوش، فكل واحد يعني حسب ما بيحب. كان جديد بالنسبه لهم يعني، بس انا بصراحه حبيته جدا. وده شكل بقى السفرة بعد ما خلصت. كل واحد عمل حاجة اللي عمله وجابه في الأطباق بتاعته وقعدوا وكلوا بألف هنا يا رب. وطبعا بشكر كل اللي كانوا موجودين، كل التيم ما شاء الله عليه كانوا كلهم متعاونين. وبشكر طبعا اللي كانت قايمة على النشاط ده نجاة. بصراحة ربنا يكرمها يا رب، كان يوم جميل جدا، استمتعنا مع بعض وقضينا وقت حلو. أتمنى إن شاء الله إن هي تكون كتير.
في السنه الجديده باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم مشاهده ممتعه ويكون عجبكم الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا. وده شكل اللون بيمدوه حبيت اصوره لكم واقول لكم مع السلامه في رعايه الله.